أهلا بيك في أسرار مع كليو، المكان اللي بنرجع له لما نحتاج نسمع نفسنا، نقعد شوية مع أفكارنا ونواجه أحاسيسنا بشجاعة. في الحلقة دي هتكلم عن صدمة من الطفولة، إزاي الإحساس بالذنب بيشكل الطفل، صراع الهوية، أنا فين بين الثقافات، السكوت بيأثر على تقديرنا لنفسنا إزاي، الحب والمجهود، هو في حب من غير مدح من غير شروط. كالعادة الكلام هيبقى صادق مش مثالي، وممكن يكون واجع شوية، بس يمكن الوجع ده هو أول خطوة في التغيير. لو الكلام لمسك اكتب لي في الكومنتات، شارك الحلقة مع حد محتاج يسمعها النهاردة، واشترك في القناة علشان ما يفوتكش ولا فصل من الحكاية. بتعمل عيد بس من غيري، العيد جه بس مفيش رسالة ولا تليفون ولا حتى كلمة، سكوت زي دايما. في حاجات بتحصل بس مش ليا ولا عشاني ولا حتى عشان بنتي، وخصوصا مش ليا. مفيش تهنئة، لا مني يا بابا ولا ليكي يا ماما ولا حتى لبنتكو، بس أنا عارفة عشان اتعلمت أقراكم. سكوتكم بيزعق، نظراتكم بتتكلم أكتر من لسانكم، وغيابكم مش صدفة، غيابكم اختيار. أنا كنت موجودة طول عمري، كنت موجودة بس دايما لما انتوا عايزيني، مش لما أكون محتاجة. مش زي ما أنا بس زي ما انتوا عايزيني أكون. أنا كنت صوت عالي وانتوا عايزين هدوء، كنت ساكتة وانتوا عايزين كلام على مزاجكم. كنت غلط دايما، كنت متمردة، وفي يوم بطلت أحاول أكون مضبوطة. كنت طفلة بس اتعاملت زي الكبيرة، مش لأني نضجت لكن لأني اضطريت. كان عندي 6 سنين لما ضحكتي أول مرة، خفت تطلع عشان ما تزعلكش يا بابا. كنت 9 سنين لما فهمت إن محدش هيسألني مالك، بس هيسألوني خلصتي تكنيس السجادة ولا لأ. كنت 12 سنة لما كتبت لنفسي كارت عيد ميلاد عشان ما فيش حد يفتكر. يا بابا شفتني بس معرفتش أنا مين. كنت تقيلة عليك، مزعجة مش هادية، كنت نور عالي وانت كنت عايز حاجة تنور لك مش حاجة تنور من نفسها. قربك كان ساقع، حبك كان صفقة. اسمعي الكلام تاخدي حنية، بس حتى الحنية كانت تلج. ولو اعترضت تبصلي البصة دي القاسية اللي بتقول انتي زيادة. وسكت، مش لأني اقتنعت لكن لأني تعبت، عشان فهمت إنك مش عايز تسمعني، انت عايز تسمع نفسك. وانتي يا ماما كنتي موجودة، جسمك بس لكن قلبك وعقلك كانوا عنده، في رأيه، في صورتك اللي بتحاولي تحافظي عليها. كنت محتاجاكي وشفتيني بس ما بصيتيش، سكوتك حماه وسكتك سلمني ليه. زقتيني على الجنب عشان صورتكم تفضل كويسة، مع إني كنت جزءا من الصورة، بس كنت الجزء اللي مش عايزينه يبان. أنا اللي كنت مسكاكوا وإنتوا ما حسيتوش. أنا اتعلمت أفسركم، كل حركة، كل سكوت، كل لا متقالتش. كنت بعرف إمتى أختفي وإمتى حتى نفسي ما ينفعش يطلع. بس إنتوا ولا مرة حاولتوا تفهموني؟ عمرك سألت البنت اللي بتتجاهلوها دي حاسة بإيه؟ شايلة إيه جواها؟ فكرتوا قد إيه وجع إني ما أكرهكوش؟ قد إيه صعب إني أقاوم الكره وأنا شايفة كل ده، وكل الناس اللي حوالينا اللي بيقولوا ما شاء الله عايشين برا مرتاحين. برا بنقبض باليورو بس بنعيش بالحزن. كان عندنا حاجات لكن ما كانش عندنا حب. كان عندنا قيمة بس مش إنسانية. كنا منفعة، لعبنا كانت من الزبالة، من الأسواق الرخيصة. بس انتوا عملتوا مننا صورة حلوة مزيفة. الناس حسدتنا على كرتونة وما شافوش إن جواها كسر. وجيت الأعياد، أنوار، هدوم جديدة، صور، بس إحنا ولا كأننا موجودين. لا عزومة ولا دعوة
ولا حتى ذكرى. بس أنا كنت عارفة عيدك يا بابا ما فيهوش مكاني، وأنا مش حتى متشالة من الليستة. أنا ما كنتش في الاعتبار أصلاً. وأعيادي أنا، كريسماس مع سارة، عيد ميلادي مع مايا، اللحظات الصغيرة اللي فيها اتعلمت أحب نفسي كانت حرام، عيب، مستنكرة، مش لأنها غلط بس لأنها مني. انتوا احتفلتوا بس أنا ما كنتش موجودة، ولما حاولت أفرح أنكرتوا عالية فرحتي. بس تعرف أنا دلوقتي بضحك لنفسي وبضحك حتى ليك. كل سنة وانت طيب من قلبي والله. يا رب تلاقي السلام اللي عمرك ما قدرت تديه، وتحب زي ما عمرك ما اتعلمت. أنا ما طلبتش كتير، كنت بس عايزة أكون موجودة من غير ما أكون حمل تقيل، عايزة أتنفس من غير ما أحس إني غلط. ولحد النهاردة أنا مستنية عمو عيد اللي وعدتوني بيه، اللي عمره ما جه، الوعد اللي ما توفاش. وكل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد حتى من غيري. يمكن لقيت نفسك في كلمة من كلماتي النهاردة، ويمكن كان لحظة هدية بس لسه صوتها بايرن جواك. مهما كان اللي أخدته معاك من الحلقة دي، شكراً إنك كنت موجود، شكراً إنك سمعتني. لو حابب احكيلي إيه اللي حركك، إيه اللي لمسك، سواء في كومنت، في رسالة، أو حتى بينك وبين نفسك. يا ترى في رفض جواك بيستنى تقوله نعم لنفسك؟ سيب لي تقييم للحلقة أو كلمني على إنستغرام وقولي إيه اللي شغلك دلوقتي. أنا بجد بحب أسمعكم. ولو تعرف حد ممكن يحتاج يسمع الكلام ده النهاردة، ابعتله الحلقة. هنرجع نحكي تاني في اللقاء الجاي هنا على الكوتش بتاعنا في كوتش جيف ليوستر مع كليو.